موجز من بريس 23. أنا ديالا خلف. نفى القائد العام لمجلس منبج العسكري عدنان أبو أمجد وجود جنود ألمان كمستشارين إلى جانب مقاتلي المجلس في معاركه ضد تنظيم الدولة الإسلامية لتحرير مدينة منبج في ريف حلب من قبضة التنظيم. موسكو تعلن عن هدنة لمدة يومين في حلب. الأمم المتحدة: تنظيم الدولة الإسلامية ارتكبت إبادة ضد اليزيديين في سوريا والعراق. الائتلاف السوري المعارض وهيئة التنسيق يتفقان على رفض التدخل الأجنبي والالتزام بالحل السياسي وفق بيان جنيف. بدأ محاكمة لاعب الكرة التركي السابق هاكان شكر غيابيا لإهانته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكالة سانا السورية تنفي أنباء عن تشكيل حكومة سورية جديدة. وفي سياق منفصل، تحدثت الوكالة عن هجوم من قبل مسلحي المعارضة على إحدى نقاط الجيش السوري واستخدموا مواد سامة وحالات اختناق. للمزيد من المعلومات والأخبار يرجى زيارة موقعنا www.press23.com.